اخد بالي من عملية اللحام في بند السباكة لانها نقطة مهمة جدا، لان الشغل لو مش مظبوط هتبقى طبعا هيحصل لك سدد في المواسير، هيحصل لك تسريب ميه، والشركة اصلا مش هتعتمد الشغل وهترفضه ومش هتاخد الضمان بتاعك. طيب هنتكلم النهاردة على العيوب بتاعة الخامات اللي هي المواسير. الماسورة بتاعتي انا عايزاها تكون مستديرة مش بيضاوية، وده اللي ممكن يخليها تتحول ان انت من كتر الركنة القطر بتاعها ممكن يتغير. طيب هي لما بتكون مستديرة لما بتيجي تلحمها بتلاقي الدبلة اتعملت على القطر بالكامل، لكن لو هي بيضاوية هتلاقي فيه جزء اتعمل عليه اللحام، الجزء المقابل هيبقى فاضي. فانا طبعا عايزة اللحام على الماسورة كلها، لو لقيتها كده اللحام مش مظبوط فطبعا الشغل مرفوض، لان زي ما قلنا الشركة مش هتعتمد الشغل. ناخد بالنا الماسورة لازم تكون نظيفة كويس جدا، ونضفها كويس لو في مية، في تراب، في شحم، في اي شوائب، لازم الماسورة تكون نظيفة. ناخد بالنا لو المواسير انت مثلا جايبها ومركونة او عند الصنايعي مركونة ولقيتها مش كويسة ما تستخدمهاش، بلاش نسترخص في بند السباكة بالذات. لو المواسير مش كويسه لا اشتري مواسير جديده، ويفضل طبعا ان انا اشتري من شركه مضمونه، اي شركه بتدي ضمان فدي كده شركه كويسه، بلاش نجيب شغل شعبي لان بند السباكه بيأثر على المنشأ كله. طيب اخد بالي كمان ان انا لما اشتري ماسوره الاكسسوارات تكون من نفس الشركه، بمعنى انا دلوقتي الماسوره بتاعتي من شركه الشريف يبقى الاكسسوار اللي هجيبه يبقى من شركه الشريف، ما ينفعش اجيب الشريف على الاهرام PR. هتشتغل بشركه يبقى كل حاجتك من نفس الشركه، لان طبعا كل شركه بيكون لها معامله التمدد الحراري بتاعها، مقاومه الضغط بتاعتها، زمن التسخين والتبريد، وده طبعا هنتكلم عنه قدام. المهم ان انا بشتغل من نفس الشركه واجيب من حاجه تكون معتمده ومضمونه.